انا دكتور ياسر رضا، استشاري جراحه العظام والمفاصل، وهنتكلم النهارده على الفروزن شولدر او الكتف الجليدي. ايه هو الكتف الجليدي او تيبس محفظه مفصل الكتف المعروف باسم الفروزن شولدر؟ هو ببساطه ان المريض بيفقد مدى الحركه بتاع مفصل الكتف تدريجيا ومصحوب بوجع لفتره معينه، ثم الوجع ده بيروح وبعد كده الحركه بترجع تاني الى مستوى شبه طبيعي. لو لاحظنا وانا بعرف المرض بتاع الفروزن شولدر، قلنا في الاول ان المريض بيبقى عنده فقدان في مدى حركة مفصل الكتف مصحوب بألم لفترة معينة، بعد كده بيرجع المريض الى مدى حركة مقبولة جدا، وده معناه ان المرض هيتعالج لو سبناه بصورة او باخرى، وده اللي احنا بنسميه عندنا سيلف ليميتنج ديزيز. عادة الفروزن شولدر أو الكتف الجليدي بيحصل للمرضى ما بين 40 ل 60 سنة، وبرضه لقينا إن من الريسك فاكتور أو العوامل اللي قد تؤدي إلى حدوث المرض ده هي إن المريض يكون عنده مرض السكر أو مرض الغدة الدرقية، زي معظم أمراض العظام في الكتف اللي بتكون ليها علاقة بين مرض السكر ومرض الغدة الدرقية. واحنا بنتكلم عن مرض الفروزن شولدر وهنشرحه، لازم نبقى عارفين ان ده سيلف ليميتنج ديزيز زي ما قلنا. ده معناه ان احنا لو سيبنا المرض لوحده كده يمشي في الناتشر كورس بتاعه او يعالج نفسه بنفسه، المريض هيرجع له مدى حركة مرضي جدا لكتفه، لكن عمره ما هيرجع زي المدى الطبيعي ابدا. لما نيجي نشرح للمريض ايه هو الفروزن شولدر، لازم نفهمه ان المرض ده بيمر ب3 مراحل قبل ما يخف لوحده زي ما احنا شرحنا. اول مرحله بتكون من 0 لحد 6 شهور، يعني اول 6 شهور من المرض دول بيكونوا اكتر 6 شهور فيهم الم عند المريض. بعد كده بعد ال6 شهور دول يبدأ المريض يلاحظ ان مدى الحركة بتاع مفصل الكتف بيقل فعلا، وبيكون بيقل بدرجة ملحوظة جدا عند المريض. يعني المريض ما يعرفش يلف ايده لبره او يلف ايده لجوه يجيب حاجة من ورا جيبه، او الحركات اللي احنا بنعملها في حياتنا اليومية. والفترة دي بتقعد من 6 لحد 9 شهور. اما المرحلة الثالثة والاخيرة في المرض هي اللي بتقعد من 9 لحد 24 شهر، ودي بيكون فيها المريض ما عندوش ألم في مفصل الكتف قوي، لكن بيكون عنده فقدان في مدى الحركة، وبالتالي يبدأ مدى الحركة ده يرجع تدريجيا لحد ما يوصل لحد المدى الوظيفي عند المريض، لكن عمره ما بيرجع للفول رينج اوف موشن زي ما احنا بنقول او مدى حركة كامل لمفصل الكتف، انما بيرجع لمدى وظيفي فقط. ساعات المريض بيسألنا يعني ايه مدى وظيفي؟ احنا عندنا في جراحة العظام او عندنا لما بنيجي نبص على اي مفصل في جسم الانسان في المدى الطبيعي اللي هو اي حد ما عندوش اي حاجة وسليم تماما يقدر يحرك كتفه، زي ان انا افرد كوعي لحد الاخر واتنيه لحد الاخر، ده كده اسمه المدى الطبيعي. انما احنا في العظم بنقول ان في مدى وظيفي. يعني ايه المدى الوظيفي؟ المدى اللي بيسمح للمريض ان هو يمارس كل النشاطات اليومية بتاعته بدون ما يتأثر أو يحس إن هو عنده نسبة عجز ما في نشاط معين هو عايز يعمله. يعني مثلا أنا الكوع أنا مش محتاج أفرده للآخر، أنا لو كوعي بيتفرد لحد دي كده بس فده مدى وظيفي، أقدر أعمل كل حاجة أنا عايزها وأنا فارد كوعي مش للآخر. وبرضه إن أنا أتني بصورة معينة لحد ما إيدي توصل لبقي ومش لازم التانية دي تكون للآخر، ده اسمه المدى الوظيفي. برضه مفصل الكتف كذلك ليه مدى وظيفي وبيختلف من مريض للآخر على حسب المريض ده بيعمل إيه في نشاطاته اليومية. لو احنا هنتكلم عن اعراض الكتف الجليدي او اعراض الفروزن شولدر، فلازم نعرف الاول المريض في انهي مرحله من الثلاثه اللي احنا لسه قايلين عليهم. لو المريض في المرحله الاولانيه فهو في الغالب هيجي يشتكي من وجع في مفصل الكتف شديد، ممكن يكون الوجع ده واصل لدرجه ان هو بيصحيه من النوم ومش قادر يخليه يحرك كتفه خالص. اما لو المريض جالنا في المرحله الثانيه اللي هي بتكون فيها مفيش وجع، لكن المريض جاي يشتكي من الاساس ان هو مش قادر يحرك كتفه بصوره طبيعيه، يعني مش قادر يجيب ايده لبره او مش قادر يجيب ايده ورا ظهره، الحاجات دي كلها هيجي يشتكي منها المريض، لكن في الغالب هيكون الوجع بنسبه قليله جدا. اما لو المريض جه في المرحله الثالثه فعاده هو مش بيكون بيشتكي من اي حاجه خالص، غير ان مدى الحركه اللي وصل له المريض بعد ما المرض انتهى تماما من عنده غير مرضي للمريض. وهنقول الكلام ده كله بالتفصيل واحنا بنشرح طرق العلاج الخاصه بالفروزن شولدر. لو احنا هنتكلم عن ازاي بنشخص الفروزن شولدر فلازم برضو نرجع لنفس الطريقة اللي احنا بنشخص بيها اي مرض في جراحة العظام عندنا هنا، وهو المثلث الخاص بالتشخيص. اول حاجة لازم ناخد تاريخ مرضي مفصل ونعمل له تحليل دقيق علشان نعرف المريض بيعاني من ايه، ولازم نعرف لو المريض كان بيعاني من حاجات غير
ألم الكتف زي ان هو عنده مرض السكر او عنده مرض الغدة الدرقية، زي ما احنا قلنا كذا مرة في فيديوهات الخاصة بمفصل الكتف ان المرضين دول ممكن يسببوا امراض في مفصل الكتف. من اهم الحاجات اللي ممكن يجي بيها المريض اللي بيعاني من مرض السكر هو الفروزن شولدر، وكذلك المريض اللي بيعاني من الغدة الدرقية ممكن يحصل له فروزن شولدر بنسبة كبيرة عن باقي المرضى اللي هم مش بيعانوا من المرضين دول اللي هو السكر والغدة الدرقية. وبرضه واحنا بناخد التاريخ المرضي من المريض لازم نعرف المريض واقف في انهي مرحلة من الثلاثة بتوع الفروزن شولدر. لو المريض جاي بيشتكي من ألم شديد في مفصل الكتف لازم نعمل له فحص ونتأكد من مدى الحركة اللي المريض فيه دلوقتي وهل هو بيقل ونقارنه بالناحية السليمة، أو لو المريض بيشتكي إن مدى الحركة بتاع مفصل الكتف عنده مش بصورته الطبيعية مقارنة بالناحية التانية لكن الألم محتمل، ساعتها ده معناه إن المريض دخل في المرحلة التانية. أما لو المريض جاي يشتكي من نقصان في مدى الحركة غير مرضي بالنسبة له، ساعتها ده معناه إن المريض دخل في المرحلة الثالثة، ونحاول نشوف هل المدى ده مناسب ويقدر يتحسن بالعلاج الطبيعي ولا هيحتاج تدخل في المستقبل. تاني حاجة في المثلث بتاعنا هو الفحص السريري او الاكزامينيشن والفحوصات اللي احنا بنعملها في العيادة للمريض على كتفه. اول حاجة لازم نبص على الكتف السليم عكس ما المريض بيبقى متوقع في العيادة. دايما المريض يقول لي يا دكتور ده كتفي السليم انا بشتكي من الناحية التانية. لا، احنا في الاول لازم نعرف المريض اللي قدامنا ده الناحية الكويسة عنده اللي هو مش بيشتكي منها ايه هو مدى الحركة بتاعه، وبعد كده نشوف الكتف اللي المريض بيشتكي منه ونقارن الاتنين ببعض علشان نقدر نقول المريض مثلا عنده فقدان في الحركة بنسبة كذا في الحركة دي وبنسبة كذا في الحركة التانية، ونعمل اسسمنت او تحليل لمدى الحركة بتاع الكتف ده والكتف السليم. في مشكلة هنا ممكن تواجهنا لو المريض عنده فروزن شولدر، ان احنا مش بنقدر نعرف من خلال الفحص هل المريض عنده قطع في الاوتار الدوارة ولا لا، لان من احد اسباب الفروزن شولدر ان المريض يكون عنده قطع كامل في الاوتار الدوارة لفترة طويلة او قطع مزمن في الاوتار الدوارة ونتج عنه فروزن شولدر او كتف جليدي، نتيجة ان المريض مش عارف يحرك كتفه بسبب القطع الكامل في الاوتار الدوارة. في النقطة دي او في الجزئية دي تحديدا بيكون صعب جدا عن طريق الفحص ان احنا نحدد هل القطع ده هو سبب الفروزن شولدر ولا لا، وعلشان كده طبعا بنحتاج نعمل الخطوة الثالثة او الضلع الثالث بتاعنا في المثلث، وهو الاشاعات والفحوصات زي الأشعة العادية والرنين المغناطيسي. في الأشعة العادية عادة مش هنشوف أي حاجة غير إن إحنا بنبقى عايزين نعمل استبعاد لبعض الحاجات المهمة زي الخشونة أو وجود تكلسات في الأوتار الدوارة أو وجود أي نتوءات عظمية ظاهرة في الأشعة العادية. أما بقى بالنسبة للرنين فإحنا لازم نعرف إن تشخيص الفروزن شولدر عن طريق الرنين بيحتاج حد يكون متخصص في مفصل الكتف علشان يقدر يستخرج الحاجات اللي احنا بنبص عليها في الرنين في وجود الفروزن شولدر، لان تشخيصه عادة بيكون صعب، وعادة في معظم التقارير بتاعة الرنين اللي احنا بنبعت المريض يعملها بترجع لنا ان المريض مش بيعاني من اي حاجة خالص وكل حاجة جوه كتف المريض سليمة. وده فعلا حقيقي لان كل حاجة جوه كتف المريض سليمة وما عندوش ولا قطع في الاوتار ولا اختناق في الاوتار الدوارة ولا اي حاجة. كل اللي عند المريض ان الكبسولة بتاعة المفصل بدأت تتيبس ويحصل فيها تليفات وبتقلل مدى الحركة بتاعه، وده بيكون صعب جدا تشخيصه عن طريق الرنين ومحتاج حد متخصص في أمراض الكتف. من ضمن الحاجات اللي احنا بنبص عليها احنا هنوريها لكم زي ما انتم شايفين فوقيا كده، هي دي الحاجة اللي احنا بنبص عليها. لما الكبسولة دي بتضيق ساعتها السائل اللي بيكون داخل المفصل بيكون حجمه قليل جدا، ونقدر نقول ساعتها ان الكبسولة حصل فيها تيبس وبالتالي ما بقاش فيها السائل الخاص بالمفصل، ودي من اهم الحاجات اللي احنا نقدر نشخص من خلالها ونأكد التشخيص بتاعنا. ولو احنا بصينا في الصورة اللي فوقيا دي هنلاقي صورتين، صورة للمفصل الطبيعي وصورة للمفصل اللي بيعاني من فروزن شولدر. في الصورة دي احنا شايفين كبسولة مفصل الكتف فليكسبل وواسعة ونازلة لحد تحت ومليانة بالسائل بتاع المفصل. اما في الصورة اللي فيها فروزن شولدر فالكبسولة بتاعت المفصل بدأت تبقى تايت وتنكمش تماما على نفسها، وبالتالي احنا مش شايفين جواها السائل بتاع المفصل زي ما هو موجود في الصورة بتاعة الكتف السليم. لو احنا هنتكلم على علاج الكتف الجليدي لازم نبقى عارفين وفاكرين دايما زي ما احنا قلنا في اول الكلام ان الفروزن شولدر والكتف الجليدي ده مرض بيتعالج لوحده لو احنا سبناه، لكن المشكله الاساسيه ان هو بياخد وقت طويل جدا على ما يتعالج بصوره مرضيه للمريض، وممكن الفتره دي توصل لحد 2 سنين من المعاناه مع المريض ان المريض مش قادر يحرك كتفه ووجع مستمر ونقص في مدى الحركه. وحتى ممكن بعد ما المريض يكون استنى الفتره كامله
نلاقي المريض جاي يشتكي ان يا دكتور انا كتفي مش زي الناحيه التانيه وانا متضايق. يعني لو المريض بيمارس مهنه محتاج يحرك فيها ايده بصوره شبه طبيعيه ومدى الحركه اللي رجع للكتف المصاب غير مرضي للمريض، ساعتها برضو احنا هنحتاج ناخد خطوه بعديها علشان نرجع المريض لمدى الحركه المرضي ليه، لان هو ده الهدف من اي حاجه احنا بنعملها او من اي علاج احنا بنقترحه على المريض، ان احنا دايما بنبقى عايزين نرجع المريض للنشاطات اللي كان بيمارسها قبل ما يتصاب بالاصابه اللي عنده في الوقت الحالي. لو احنا هنتكلم على البروتوكول المتبع في الفروزن شولدر، فاحنا عاده دايما بنبدا بالعلاج التحفظي لو المريض لسه بيعاني من الم بسيط في مفصل الكتف ومدى الحركه لسه ما تاثرش قوي. ساعتها ممكن نديله بعض المسكنات اللي بتقلل الالم، ونبدا فورا نبعت المريض ان هو يعمل علاج طبيعي علشان يحافظ على مدى الحركه بتاع مفصل الكتف، ونحاول بقدر المستطاع نمنع حدوث التليفات في محفظه المفصل. اما لو المريض جالنا في المرحله الثانيه او بين الاولى والثانيه اللي هو المريض بيعاني من الم شديد وحصل فقدان ملحوظ في مدى الحركه بتاع مفصل الكتف، ساعتها احنا بيكون قدامنا حل من الاثنين. يا اما نفهم المريض ان المرض ده لو هو سابه لوحده كده هيخف، بس احتمال يحتاج فتره كبيره قوي ممكن توصل لسنتين، وبرضه نفهمه ان مدى الحركه مش شرط يرجع للمستوى المرضي بالنسبه له. او الحل الثاني ان احنا ساعتها بنعرض على المريض الحل الاوقع، ان هو يعمل منظار لفك الالتصاقات حوالين مفصل الكتف ونعمل تحريك بعدها، ومش العكس. احنا عمرنا ما بنبدا بالتحريك قبل ما نفك الالتصاقات، لان ده زي ما احنا شرحنا قبل كده في فيديو منفصل خاص بالفروزن شولدر ان ده ممكن يؤدي الى حدوث كسر في عظمه العضد. طيب ليه ممكن يحصل كسر في عظمه العضد اثناء التحريك تحت مخدر عام بدون عمل فك الالتصاقات؟ اولا لان المريض ده بيبقى بقاله فتره كبيره مش بيحمل على كتفه بسبب الالم، وفي نفس الوقت مدى الحركه قليل جدا، فبالتالي المريض بيكون عنده هشاشه في العظمه المصابه، وبالتالي لو انا حملت عليها وحاولت ان انا افك الالتصاقات عن طريق تحريكها بقوه، طبعا ده ممكن يؤدي الى حدوث كسر. واحنا دايما بنشرح للمريض النقطتين دول علشان يبقى فاهم كويس جدا ليه دايما احنا مؤخرا بنرجح حل المنظار لفك الالتصاقات ثم تحريك تحت مخدر عام. وعلشان كده انا دايما برجح للمريض عندي الحل الثاني، لان هو الحل الاسهل والاسرع للمريض، خصوصا ان هي عمليه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، بتتعمل بالمنظار، عباره عن غرزه نص سنتي هنا ونص سنتي من الناحيه الثانيه علشان ندخل الكاميرا بتاعه المنظار ونفك الالتصاقات المحيطه بالمفصل ونوسع الكبسوله بتاعه المفصل او محفظه المفصل، ثم نعمل تحريك للمفصل علشان يوصل مدى الحركه ل 100% زيه زي الناحيه السليمه. او لو المريض اختار الحل الثاني ان هو ينتظر لحد ما يشوف هيوصل مدى الحركه بتاعه لحد ايه، لو هو قادر يتحمل الوجع وما عندوش مشكله في الفتره الكبيره اللي بياخدها المرض لحد ما يخف لوحده، وبنتابع معاه ونشوف هيوصل لحد ايه، ولو احتاج تدخل في المستقبل طبعا بيكون ده دايما اوبشن متاح في اي وقت. لو المريض مثلا زهق او تعب او مدى الحركه المتبقي بعد ما المرض خف غير مرضي ليه، ساعتها برضو بنعمل نفس القصه. هنا بقى هنتكلم عن المعضله الكبيره بتاعه الفروزن شولدر في ظل وجود قطع في الاوتار الدواره، لان المعضله دي معضله كبيره جدا، لان كان زمان زي ما احنا شرحنا بيعملوا اصلاح الاوتار الدواره عن طريق نقطة واحدة بس بيثبتوا بيها الوتر في رأس عظمة العضد زي ما احنا شرحنا في الفيديو بتاع قطع الأوتار الدوارة، وبالتالي ده بيخلي المريض يفضل في حامل الذراع أو في الدعامة بتاعة الكتف لفترة حوالي 6 أسابيع، وده عكس اللي احنا عايزين نعمله للمرضى اللي بتعاني من فروزن شولدر أو تيبس في الكتف، لان احنا بعد الفروزن شولدر او بعد تيبس مفصل الكتف بنحتاج نخلي المريض يحرك immediately فورا بعد انتهاء العملية علشان يرجع مدى الحركة ويستفيد بأكتر استفادة من العملية اللي احنا عملناها. انما في ظل وجود قطع في الاوتار الدوارة مصحوب مع فروزن شولدر، ساعتها بقى هم كانوا زمان في حيرة من امرهم، هيصلحوا الوتر وبعد كده يثبتوا الكتف فالكتف يرجع تاني يحصل له تيبس، او ان احنا نحرك المريض بدري فيحصل خطورة ومخاطرة عالية جدا انه يحصل قطع تاني في الاوتار، لحد ما جه التكنيك بتاع الدبل رو اللي احنا شرحناه في كيفيه اصلاح القطع بتاع الاوتار الدواره واللي احنا بنستخدمه عندنا، وده بيسمح للمريض ان هو يحرك فور انتهاء العمليه بعض الحركات اللي بتمنع حدوث تيبس في مفصل الكتف، وبالتالي احنا بقينا نقدر في الوقت الحالي نعالج الاثنين مع بعض بدون ما واحد ياثر على الثاني، او زي ما كانوا بيعملوا زمان يدخلوا المريض
عمليتين. اول عمليه يصلح فيها الاوتار الدواره، وبعد كده يستنى شويه لحد ما الوتر يلتئم، بعد كده يدخله يعمل له فك الالتصاقات وتحريك تحت مخدر عام. احنا دلوقتي بقينا بنعمل كل ده في عمليه واحده بمنتهى الامان، والمريض يقدر يحرك وما يخافش ان الوتر يتقطع من مكانه مره اخرى، وده بفضل تقنيه الدبل رو. فعلشان كده لو انت عندك فروزن شولدر لازم الاول تفهم المرض ده كويس، ولازم تعرف وتتاكد ان انت ما عندكش قطع في الاوتار الدواره، ولازم تختار انت هتتعالج ازاي لو الاتنين دول عندك. فعلشان كده خليك دايما في الامان وخليك في المضمون.